الآن ننتقل إلى الدكتور الشيخ فهد المعطاني الهذلي أبو ركان. والنعم. بالله لا بعطيكم قصة. أنا لي رحلات في أفريقيا، في تركيا، في الشرق، في الغرب، من خلال 40 عام، حتى إنه صار علينا مرة انقلاب في توغو، وحنا عند رئيس الجمهورية وسلمنا الله في أفريقيا. وأبى أجيب لكم قصة لشخص قابلته في تركيا قبل يمكن تقريبا 20 عام. أنا كنت في اسطنبول في فندق اسمه فندق ميريت في منطقة اسمها لاللي، وفي لاللي هذه في سوق ذهب مغطى وفي أسواق، والمنطقة منطقة قديمة. وجيت للظهر في مطعم، ولا في واحد قدامي يتغدى يمني، هيئته شكله يمني، وانا بهرج لي ما حد، اللي كلهم اشوفهم اتراك لو اني اتكلم اللغه التركيه، لكن اليماني ذا حبيت اني اعرفه وبشوف وجابه وباخذ علومه. اي نعم. قلت له صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. قال هلا. قلت له اخ يمني؟ قال نعم يمني. قلت انت جاي زياره ولا عايش هنا ولا ايش قصتك؟ انا اليمن خابرهم قليل حتى في تركيا يخرجون. قال لي والله انا قصتي قصه. وش هي؟ قلت له يا اخوي تعال عندي ويجي عندي قدامي ونجي انا وياه على طاوله نتغدى ونسولف. قلت له وش قصتك ذي القصه؟ قال والله انا لي 3 إخوة وانا رابعهم، وابوي عايش في صنعاء. يقولوا ابوي انا اصغر العيال، وكان واحد من اخواني شكى على ابوي اني اذيته واني سويته، اللي يقول اخوي ظالمني. يقول ولا دريت غير ابوي لازم العصا وجلد فيه، واخواني يلزمون يجلدون فيه. يقولوا خرجت من البيت وانا كاره البيت. يقول والقى ناس رايحين لجدة زيارة، يقول واطلع معهم للسعودية. يقول يوم طلعت للسعودية وانا اشتغل في محل في السعودية، اخذت لي شهرين بدأ الحج. يقول يوم جاء الحج والقالي حجاج من تركيا، وعود اشتغل معهم مدة الحج، وحبوني سبحان الله. صرت اجيب لهم اللي يبون وارحب بهم واهتم بهم، وانا اكثر من الناس اللي يشتغلون معهم انا اللي مهتم بهم. يقول في واحد من الاتراك قال لي ليه ما تجي تركيا عندنا تشتغل؟ قلت والله ما اعرف احد. قال انا بعطيك عنواني تجيني في تركيا وانا في منطقة جنب اسطنبول. يقول فركبت الى اسطنبول وجيت. يقول عايف الحياة كلها، كرهت اهلي، كرهت بلدي من ضربة ابوي لي وجلده واخواني كلهم. يقول انا خرجت من البيت غير وانا دايخ. يقول وما عاد برجع لهم مرة. يقول وجال يدور الرجال اللي يعرفه، سبحان الله ارسله الواحد راعي محل في لاللي نفس السوق. يقول فقلت له انا بتوظف، جاء قال لي روح لفلان وروح له، والرجل فيه يتحدث العربية وهو تركي من اتراك الاناضول. يقول فجيت عنده وقلت له يا اخوي انا بشتغل وانا غريب. قال بكلم لك واحد عنده مزارع يجينا كل اسبوع للمنطقة ذي، كل اسبوع يجي عشان يتقضى ويرجع لديرته. قلت وين ساكن؟ قال ساكن في منطقة اسمها سبارتا، والرجل عنده مزارع ورد ويجينا كل اسبوع هنا. احيانا يجيب الورد ويبيعه على حقين الورد ذول، يسوونه افواف تنباع للاعراس والزواجات. يقول انتظرت الرجال، جيت للرجال اللي موعدني صاحب المحل. يقول ولا دريت غير الرجل اللي من سبارتا جاي عنده. يقول والله الرجال الكبير الوقور. قال هذا الشخص اللي حدثك عنه يشتغل عندك في المزرعة. يقول التفت لي هذا اللي في سبارتا، قال تشتغل عندي في مزرعة ورد، ابغاك بس تسقيها وتشغل عليها المواطير وتشغل الماء عليها، واذا جاء المحصول تجمع لي. قال ما عندي مانع، اخذ معه. يقول ركبت معه بسيارته يقول من الونيتات ذي اللي وراء زي الحوض. يقول واركب مع الشايب ذاني نوصلني سبارتا.
يقول جابني لمزرعته وأعطاني غرفة في المزرعة وقال مهمتك أنك كل يوم تسقي الزرع، وإذا جاء المحصول تجمعه. يقول صرت كل يوم أسقي الزرع، أما أن باكلنا أما أن بأمورنا. نهاية الشهر يقول يعطينا الليرات تركية. يقول جاء المحصول، قلت له المحصول ده وين توديه؟ قال أنا أبيعه على حقين الورد اللي يبيعوه يهدونه للأعراس. يقول أنا رحت مكة عمرة، قلت له بروح 10 أيام مكة وارجع. يقول سافرت للسعودية، يقول يوم جيت في مكة وألقى لي محل اسمه مكتوب عليه عبد الصمد القرشي. يقول جيت لعبد الصمد القرشي والقى لي واحد مصري في مكة. قلت له وش عندك من دهن الورد؟ دهن الورد عندك؟ قال عندي نوعين، نوع اسطنبولي ونوع طائفي. الطائفي بكم؟ قال الطائفي ب3000 الظاهر. قال له والاسطنبولي؟ قال له ب1500. قلت عطني قارورة من الاسطنبولي، عطني واحدة من الطائفي. يقول أخذت القارورتين. فسألت المصري ذا، قلت هذا وين يقطعونه وين يعملونه الطائفي ذا؟ قال فلهدة. قلت تعرف لي محل؟ قال أعرف لك محل ابن عمي يشتغل فيه اسمه القشمري، مصري يشتغل فيه. يقول والله وانا اطلع للهدى واجي للمصري ذا، يقول وانا اعطيه 500 ريال. قلت انا بجلس عندك هنا بس بشوف كيف تسوي في الورد وابات عندك. يقول وصرت اجيب له الاكل وتغدى انا وياه وتعشى انا وياه، وهو يوريني القدور يوريني الانابيب ويشتغل بالنار ويحط الورد. يقول صرت اتابع. يقول يوم خلص وقطع اول قطعه في الورد، يقول سالته قلت القدور دي وين تصنع؟ قال فيه واحد من منطقتي من مصر ساكن يشتغل في الصناعيه حقت الطائف، وهو اللي يعمل القدور دي ويعمل الانابيب. قال تعرف لي تلفوني؟ قال اكلم لك الحين. يقول يكلمه هنا واروح له بالصناعيه. يقول يوم جيت ولا الرجال عنده تصنيع القدور الورد. يقول قلت له يا اخوي ابغى 4 قدور وابغى الانابيب ذي. يقول واخذ ال4 قدور واخذ الانابيب اشتريها. يقول واشحنها بسياره الى تركيا. يقول واطلع بطياره من جده الى تركيا. يقول يوم طلعت من تركيا وانا استقبل القدور واستقبل الانابيب في اسطنبول واروح الى سبارتا واجي لعمي التركي. قلت له انا الان بصنع الورد، بدال ما تبيع الورد ده برخص انا بصنع لك دهن ورد وانا اللي ابيع لك. قال على كيفك. يقول صرت اخذ كميه كبيره واحطها في القدور واطلع تولات. يقول واخذ يقول اول قطفه 200 توله. يقول يوم اخذت ال 200 توله يقول وانا اطلع على طول لمكه جده. ويقول يوم جيت جده واروح مكه. يقول وبيعها من 800 ريال وجبت فيها ال 200 حول يعني اقل من 200,000 بشوي. يقول اجيبها لعمي ولا عمي يوم شاف الدراهم قد حولتها اليه. يقول قال احنا بنشتري المزرعه اللي جنبنا نشتري المزرعه اللي جنبه. قال نبي نوسع الورد وسعه. قال جيب قدور ثانيه. يقول واطلع لاخوي حق الطائف واخذ منها 4 قدور ثانيه. يقول واطلعها لتركيا. يقول والله واحطها. يقول قام زود لي في راتبي وقام يعطيني من المكسب. ايه يقول حبني سبحان الله. يقول ويشتري برضه المزارع الثانيه ويوسع المزرعه الورد. قال اقول لك؟ قلت نعم. قال انا عندي بنت بزوجك اياها. يقول التركي له بزوجك بنتي. يقول يزوجني بنته وانا يقول جاي من اليمن طفران بثيابي. نعم. يقول يزوجني البنت. يقول يوم تزوجتها قال انا بكتب نص المزارع ذي باسم بنتي، ويكتبها يروح للمحكمه ويسجل نص المزارع باسم بنته. يقول اشتغلت وجبت القدور الثانيه ووسعت المصنع وبنينا مبنى. يقول من اول حاطين المصنع في غرف عمال. يقولون نوسعها ونسوي مصنع عالمي. يقول صرنا نقطع 500 تولة سنويا. يقولوا غلية ذي وبعناها ب500,000 في مكة. يقول وارجع مرة ثانية واحول الدراهم. يقول والله قال المرة ذي انا بشتري لك مزارع باسمك. يقول اشتري لي مزرعة باسمه وياخذ مزرعة ويضمها له. يقول ينفتح علينا الخير. قال لي انا بشتري لك سيارة. ويقول اشتري لي سيارة مرسيدس اللي شوفها واقفة برا قدام المطعم، مرسيدس آخر موديل. يقولوا يطيع علينا الخير. يقولوا يرزقني الله من التركية بولدين وأنا الآن عايش ملك. يقولوا بشرك إني مقدم على الجنسية التركية والآن باخذها، وأنا العاد أبغى اليمن
وانا اصبحت تركي الحين يقول هو هاي لقي النعمه، لقي الضرب الزين. اي ويوم اخذ الرجال وهو يحدثني قلت اقول له، قال لي نعم. قلت بالله استخلصت من هالحياه اللي يضربوك في اهلك في صنعاء، والله كتب لك انك تخرج من صنعاء وتجي تطيح فيها النعمه، بنت مزيونه وتزوجتها ومال وبيوت وعقارات ومزارع، والان ايش استخلصت من الدنيا دي كلها؟ قال الحياه دي استخلصت منها 3 أشياء. قلت وش هي؟ قال اول شيء استخلصته انك شغل هذا تملي هذا. شوف الايمان اذا الداهيه اللي والله اني تمنيت اني ازيد قابله مره ثانيه. قلت وش الاول؟ قال شغل هذا تملي هذا، المخ شغل تملي الجيب. قلت والثانيه؟ قال الثانيه اللي يطيح من قريب يسلم، يعني اللي خاطر مخاطره بسيطه يسلم. اي نعم. قلت له طيب باقي الثالثه وش هي؟ قال الثالثه ودي نمله واكل عسل ولا اكون جمل واكل شوك.